السلام عليكم. فوز النادي الأهلي على استاد أبيجان 3-1 بعد التأخر 1-0. في تأخر ما ملوش داعي من الأساس، لأن الفريق يعني نقدر نقول إنه مستسلم للهزيمة، ما عندوش دوافع، طلع من المجموعة، حتى جمهور مفيش، وبيلعب من غير تنظيم دفاعي. النادي الأهلي هجم من البداية وكان ليه فرص، لكن الفرص صراحة فرص عشوائية، يعني الهجوم عشوائي مش منظم، فنتج عنه الشكل وضياع الفرص يعني شكل غريب. مع أول كرة لفريق استاد أبيجان بتجي هدف، لأن أنت بتتكلم عن خطأ كارثي بالنسبة للاعب اللي بيقابل المنافس، بيرجع لورا، بيسيب له مساحة، بيخليه يسدد بدل ما يقابل وواحد تاني يغطي ويقابل ويقفل على اللاعب المنافس. أخطاء لازم النادي الأهلي يتعلم منها، لأن ما ينفعش مباراة دي تتكهرب ويبقى في رومونتادا وقصة في مباراة ضعيفة زي كده. النادي الأهلي فاز، ألف مبروك. نتمنى النادي الأهلي يستفيد من هذه المباراة. وهنتكلم عن إمام عاشور، لأن إمام عاشور قال عنه فيريرا مدرب نادي الزمالك قبل كده إنه لاعب لا يعرف قدرات وإمكانيات نفسه الكبيرة جدا. النهارده شفنا الشوط الثاني توظف بشكل مفاجئ بعد دخول قفشة، انه بيتكلم عن جناح، وهو على فكرة كان لاعب جناح في حرس الحدود قبل نادي الزمالك، وكان هداف من قراص فريد، هداف حرس الحدود، وكان بيجيب أقل حاجة في الموسم 10 12 هدف وهو صغير من ناحية الجناح. لاعب شفنا طبعا لمستين على الأقل أو 3 لمسات كلها بتدل على إنه هو لاعب مهيم بيحب المرمى وبيحب التسجيل. لكن لازم يبقى في تركيز مع الفريق، ويبعد تماما عن السوشيال ميديا وغيرها، عشان بيتأثر بالجماهير وأعصابه بتتأثر كمان بالمباريات التقيلة. هل إمام عاشور يستطيع أنه يتألق حتى في المباريات الكبيرة؟ ده اللي هنشوف في المباريات القادمة. النادي الأهلي يحتاج صفقات، لأن أنت بتتكلم عن لاعب أو لعيبة قليلة اللي أنت شايفها واقفة على رجليها، وباقي اللعيبة مستوى سيء جدا جدا. حتى في ماتش برضو سموحة، النادي الأهلي كان في كورتين في العارضة لسموحة، وكان ممكن سموحة يرجع المباراة، وأداء ما كانش أفضل حاجة بالنسبة للنادي الأهلي. النادي الأهلي يحتاج إلى صفقات عالية جدا، مش تلائم دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري بس، ولكن تلائم المناسبات اللي النادي الأهلي هيلعب فيها، وهي كأس العالم للأندية. بالنسبة لنادي الزمالك، الزمالك عنده مشاكل كتير، يكفي انه بالنسبة للتجديد لزيزو اللي هياخد مبلغ كبير، مشاكل قضايا. وانا اعتقد ان مجموعة اللعيبة تلائم الكونفدرالية او الدوري المحلي، وربما يأتي بصفقة او اتنين للتدعيم تبقى كافية. اما بالنسبة للنادي الاهلي، فالنادي الاهلي يحتاج الى صفقات مميزة جدا، وخصوصا في النواحي الهجومية. نتمنى التوفيق للجميع.